في ليلة عادية خرجت غريس الشابة الجميلة باش تتلاقى بواحد الشخص اللي تعرفات عليه في تيندر، وكان هذاك اللقاء هو آخر لقاء في حياتها. هذه هي قصة غريس ميلان اللي خلات غصة كبيرة في قلب عائلتها. منين كنقرا على قصص بحال هادي كيحس قلبي صراحة بواحد الألم وبالجرح الكبير اللي كيكونوا خلاو في قلب العائلات ديالهم وحبابهم. وهاد النوع ديال الجرائم بالضبط كيخلعني حينت كيوقع بلا سبب واضح وما عندوش حتى شي دافع واضح. هاد الفيديو بغيتكم تحسوا معايا، تحسوا بالإنسانية ديال غريس، بالحب وبالضحك اللي كانت كتزرع في كل بلاصة، وبالصدمة اللي خلاتها في قلوب الناس اللي عرفوها وبغاوها. الفيديو ديال اليوم ماشي غير حكاية، هذه قصة إنسان، قصة غريس ميلان. غريس شابة بريطانية تزادت في سنة 1996. كانت هي البنية الصغيرة في دارهم، آخر العنقود كما كنقولوا. كانوا عندها جوج ديال الخوت كبار عليها اللي كانوا مفشينها بزاف. كانت هي الأميرة الصغيرة ديالهم. عائلتها كانت ميسورة، ولكن واخا هكاك كانوا معروفين بالتواضع ديالهم. وحده من صحابات العائلة قالت عليهم هاد العائلة متماسكة بزاف وكيهتموا بزاف ببعضياتهم ومتواضعين وظريفين بزاف. وحتى وراء داكشي اللي وقع، الصفحة ديالهم في الفيسبوك باقا اليومنا هذا عامرة بالذكريات وبالتصاور ديال غريس، حتى انهم داروا واحد الجمعية على شرفها اللي كنظن سموها لوف غريس، كيعاونوا فيها النساء اللي تعرضوا للعنف المنزلي. وهذا دليل على ان الذكرى اللي خلات غريس كانوا غير ذكريات زوينين وبقاو مستمرين حتى ورا ما مشات. صحاب غريس كيقولوا عليها غير الاشياء الزوين، حتى ان صاحبتها المقربة قالت عليها غريس ما كانتش مجرد صديقة، كانت إنسانة طموحة، إنسانة عنيدة، وإنسانة ضحوكية. غريس كانت كتضحكني حتى في الأوقات اللي ما كيكون فيها ما يضحك فيها. ياي في عام 2017 بعد ما خدات غريس الإجازة ديالها في الإعلان والتسويق، قررت دير واحد الحاجة اللي كيديروا بزاف ديال الشباب في بريطانيا، اللي هي غابير. عام كامل كيكون غير ديال السفر باش يوسعوا الآفاق ديالهم ويكتسبوا تجارب جديدة قبل ما يبداو الخدمة الرسمية ديالهم. وداكشي اللي دارت غريس نيت. وأولا اختارت أنها تبدا بأمريكا الجنوبية، ودوزات فيها 6 ديال السيمانات، زارت فيهم البيرو والشيلي وبلايص آخرين. كانت كتصور كل بلاصة كتمشي ليها وكتصيفطها لعائلتها. منين سالات الرحلة ديالها، الوجهة التالية ديالها كانت هي نيوزيلندا، دولة معروفة بالأمان، وحتى الإحصائيات كيصنفوها من بين أكثر البلدان أمانا في العالم. المهم وصلت غريس للعاصمة أوكلاند وحجزات في واحد الموطيل سميتو باك باكرز. بقات أيام كتستكشف البلاد، كتعرف على ناس جداد، وهذا الشيء مناسب للشخصية ديالها تماما، حيت هي إنسانة اجتماعية منفتحة بزاف وكيعجبها تعرف على ناس جداد، وكتجبد الهضرة مع أي واحد تعرفات عليه. يعني ما عندهاش مشكل أنها تشوف شي واحد غريب وتبدا تهضر معاه وتعاود ليه. كانت هكاك إنسانة اجتماعية ربما بلا قياس كاع. المهم في واحد اللحظة غريس تعرفات عبر تطبيق تندر على واحد الشاب سميتو جيسي. كانوا غير أيام ورا ما تعرفوا، يعني ما كانتش كتعرف عليه بزاف، ولكن كونها اجتماعية خلاها توافق أنها تتلاقى به. كانت عارفة أنها ما غدوزش أيام كثيرة في نيوزيلندا، وما عندهاش الوقت الكافي باش تعرف عليه وتدوز مدة وهي كتهضر معاه عاد تلاقى به. وحتى الليلة اللي تخيرات باش تلاقى به ما كانتش ليلة عادية، كانت ليلة عيد ميلادها 22. وقالت غنضرب عصفورين بحجر واحد، تخرج باش نحتفل، نضحك ونتعرف بجيسي في نفس الوقت. واتفقت هي وجيسي تلاقاو في واحد البار، الكاميرات شادين كل شيء، كيهضروا كيضحكوا مرتاحين في الهضره. يعني الا شفتيهم بجوج غادي تقول هادو ماشي يلاه كيتعارفوا، هادو كيعرفوا بعضياتهم من مده طويله. في واحد اللحظه الكاميرا شاده غريس وهي كتمشي للحمام وخلات الصاك ديالها حدا جيسي.
وجيسي طبعا هاد الصاك ديالها وقلبو مزيان عاد رجعو لبلاصتو. وهاد التصرف الصراحة ماشي عادي. في صباح عيد ميلادها عائلتها وصحابها صيفطوا ليها الرسائل ديال التهاني كيباركوا ليها عيد ميلاد ديالها، ولكن جريس ما جاوباتهمش. وهذا الشيء صراحة ما كانش من الطبع ديالها. جريس كانت من النوع اللي كيعيط لدارهم يوميا، كتصور ليهم كل بلاصة كتمشي ليها، كانت كتهضر معاهم بزاف، حتى انها ملي تلاقات مع جيسي اول حاجة دارتها خدات سيلفي وصيفطاتها لوالديها. يعني انقطاع التواصل ماشي شي حاجة اللي من العوايد ديالها نهائيا. ولكن واخا هكاك ما تشطناش بزاف، قالوا يمكن مشات شي نهار كامل تكتشف شي بلاصه ما فيهاش الريزو، يمكن مشات كتهايكي بشي بلاصه ما فيهاش الشبكه مزيان، يمكن كتحتفل. بنت كبيره ومن حقها بلا ما نبقاو مصدعينها. داز النهار الاول، جا النهار الثاني وجريس ما صيفطاتش ليهم، وهنا تاو كيتخلعوا بزاف وصوناو على البوليس في نيوزيلندا. البوليس غير سمعوا شنو واقع وبداو الخدمه ديالهم داك الساعه. في الاول ما كانوش مخلوعين بزاف، بانت عيد ميلاد ديالها غابره على عائلتهم عادي، وما كتحتفل كاينه مع شي وحده من صحاباتها وباقي ما سالاتش انها تهضر مع عائلتها وصافي. ايوا مهم مشاو للموطيل اللي كانت فيه، شافوا الكاميرات وتبعوا التحركات ديالها خطوه بخطوه. الحاجه الزوينه في البلاصه اللي كانت فيها جريس انه الكاميرات كاينين في كل بلاصه، وشادين اللحظه اللي خرجت فيها من الاوتيل وتلاقات فيها جيسي، منين مشاو للبار، منين بقاو مجموعين، منين كان كيقلب الصاك ديالها، حتى ان الكاميرا شداتهم وهما داخلين الاوتيل ديال جيسي. ولكن ما شداتش جريس خارجه، فقط جيسي بوحدو اللي خرج. نهضروا شويه على جيسي. شكون هو هاد جيسي؟ جيسي ما كانش هو هذاك الشاب الظريف اللي كيبان على تيندر. حياته العائليه كانت مخربقه من صغره، والديه تفارقوا وتخلاو عليه. كبر مره عند جداته، مره عند عمته، صراحه كبر ما عندوش استقرار، ما عندوش دعم، حتى ان عائلته وصحابه كيشاهدوا باللي هو ماشي انسان مزيان، وكيقولوا باللي كيكذب بزاف وكيكذب بلا سبب، كيدير بزاف ديال القصص غير باش يبدل بزاف ديال الحوايج في حياته، حتى انه الخدامي اللي كان كيخدم كانوا كل مره كيجروا عليه بسبب الكذوب ديالو، حتى انه كان كيلقى صعوبه باش انه يأجر شي بلاصه بسبب الكذوب ديالو. وبالمصادفه النهار اللي تلاقى فيه مع جريس، يعني الليله اللي تلاقى فيه مع جريس، النهار ديال هذيك الليله كانوا عجلوا عليه من الخدمه. البوليس توصلوا الهويه ديالو ومشاو للاوتيل اللي ساكن فيه. منين شافهم جيسي هرب، ولكن ما طولش بزاف دغيا شدوه. في الاول دار فيها بريء، قال لهم تلاقيت بها ولكن غير باش نتاكد واش هي هذيك البنت نيت اللي في التصاور وماشي كاتفيش، حيت راكم عارفين هاد المواقع كيكون فيهم الكاتفيش بزاف وقليل فين كتلقى هذاك الشخص هو هذاك الانسان نيت اللي كاين في التصاور. ما كانش عندي شي اهتمام كبير بها، تلاقينا مشينا للبار ريحنا شويه ومع العشرة تفارقنا، كل واحد فينا مشى في حاله. ولكن البوليس كانوا عارفين بلي كيكذب. الكاميرات شدوا جريس وهي داخله معاه، ولكن ما شدوهاش خارجه، شدوه هو مع 8 ديال الصباح، صباح عيد ميلاد ديال جيسي. خارج مشى شرا شنطه كبيره، شرا بزاف ديال المواد التنظيف، ومع 11 ديال الصباح رجع للاوتيل بواحد الطوموبيل اللي كراه. مهم كرا طوموبيل، الكاميرا ايضا شادينو باللي هز واحد الشنطه كبيره ومخرجها. ديك الشنطه كانت فيها للاسف الجثه ديال جريس، داها الغابه بعيده ودفنها. مني واجهوه بالادله كامله قال لهم كان حادث، كنا غير كنضحكوا، كنقجها كتقجني كنضحكوا وماتت بلا ما نحس. ولكن التحقيق والمحكمه بينوا العكس ديال هضرته، كان غير كيكذب. الطريقه باش جريس ماتت ما يمكنش يكون غير حادث كما كان هو كيوصف، سأنهم لقاو بزاف ديال الكدمات وديال الآثار على الجسم ديالها اللي كانوا كيبينوا باللي تعرضات للعنف قبل ما تموت. حتى ملي قلبوا تليفونه ولقاوه مصورها بزاف ديال التصاور ورا ما ماتت. المهم الأدلة كلها كانت العكس ديال القصة ديالو، على الطريقة كيفاش كيعاود على كيفاش وقع الحادث. الأدلة كلها كانت العكس ديال داكشي اللي تيقول. المحكمة شافت باللي جيسي مذنب وحكموا عليه بالمؤبد،
في النهار ديال المحكمة الأم ديال جريس قالت خليتي في قلبي حفرة ما عمرها ما غادي تسد. وللأسف كانت هذه هي النهاية ديال جريس. جريس قصة ديالها سالات، ولكن التأثير ديالها باقي كبير ليومنا هذا. جمعيات أسات بسميتها، عيالات كيتعاونوا بسميتها، والذكرى ديالها باقا عايشة لدابا في قلوب الناس اللي كيبغوها. الأب ديال جريس ورا الموت ديالها بمدة قصيرة تشخص بمرض السرطان ومات. بقات غير الأم ديالها وبقاو خوتها. و... وأنا صراحة كندخل ملي دخلت للصفحات ديالهم المواقع الاجتماعية ديالهم كنشوف كيفاش باقيين لدابا كيجبدوا جيسي وكيفاش باقيين مفكرينها. واخا هو ماشي وقت طويل باش ماتت يمكن في 2022، ولكن باقيين كيهضروا عليها بحال الا باقا بيناتهم، كيتفكروها بزاف، كيجبدوها في البوستات ديالهم، كيهضروا عليها حتى انهم دايرين واحد النهار اللي مخصصينه ليها في كل عام كيحتفلوا بالذكرى ديالها. السين جمعية كما ذكرت قبل بسميتها. المهم باقيين كيبغوها واخا مشات، ولكن كيحاولوا قد ما قدروا انهم يحيوا الذكرى ديالها. والقصة ديال جريس كتبين باللي ما خصناش نثيقوا في بنادم، بلي ماشي اي واحد ضحك لينا راه ناوي لينا الخير، وماشي اي واحد هضرنا معاه نتلاقاو بيه. وإلا قدر الانسان انه يتجنب المواقع ديال المواعده انه ديتين سايت، الا قدر انه يتجنبهم كاملين فهذه غادي تكون احسن حاجه، حينتاش بحال هاد المواقع عامرين بالسايكوباتس، عامرين بالمرضى النفسانيين، عامرين بالمختلين. ما يمكنش تعرف اشنو ممكن يخرج من وراء الواحد. نشوفكم في الفيديو الجاي.